جزائرية اتصلت ببرنامج خليجي بيتكلم تفسير الأحلام والكلام ده. اتصلت، انتوا عارفين هم بيحبوا دايما يروحوا. اتصلت بالبرنامج الخليجي وقالت له أنا حلمت إن أنا وأختي ماشيين ولابسين قفاطن، واختي لابسه قفطان. فقال لها قفطان ايه بحزام ده؟ قالت له لا مغربي يعني. قالت له مغربي. ليه كده يا مفسر؟ ليه كده يا مفسر؟ المهم كمل. قعدت هي حكت له الحلم والقفطان. شوف القفطان في احلامهم مساكين. بحلم بيك، انا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك، وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية وانا بحلم بيك بحلم بيك، على رأي عبد الحليم. المهم فضلت تحلم بالقفطان. اتصلت بالمفسر، قال لها طيب بعد ما حكت له الحلم بقى، قال لها قولي لاختك خير ان شاء الله. خير يا اختي ان شاء الله، هتتوظف وظيفه كويسه وهتتخطب لو ما كانتش مخطوبه وحياتها هتبقى كويسه. القفطان في الحلم نصره يا اختي. والله بيحلموا بالقفطان يا ودي. بس المهم ان المفسر ما قال لها المغربي. قالت له المغربي. قال ليه كده يا مفسر؟ اسمع معنا يا جماعة. خولة من الجزائر، تفضل يا خولة. تمام أستاذ، كيف الحال؟ الله يسلمك يا خولة، الحمد لله بخير الحال بإذن الله. تفضل يا خولة. الله يسلمك. أستاذ لدي حلم، كنت أنا وصديقتي اسمها ليلى، وكأننا كنا خارجين من عشق نتمشى مع بعض، وكنا نتحدث عن القفطان المغربي. نعم. في احلامهم. صديقتي انظر يعني عن جمالها، وفجأة نظرت خلفي انظري مثل قفطان اختي، كانت كأني رأيت اختي نعم. ترتدي قفطان. نعم. القفطان هذا اللي عليه حزام ولا جاكيت اللي عليه طاقية؟ لا عليه حزام. اللي عليه حزام المغربي، نعم معروف. طيب. المغربي قفطان مغربي. ما قدرتش بقى تنكر في الاخر. يعني هي تشتغل وظيفة ليست منظمة، ليست دائمة. طيب. نعم فقط يعني. طيب أخبري أختك بأن حياتها سوف تستقر وتتغير أحوالها بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا جدا. ربما تخطب وتغير العمل مالها، لأنها الكبت اللي شلت من القفطان هذا يدل على الزوج ويدل على الحياة الاجتماعية قبل العملية، ولكن بشكل عام الحلم يدل بأنها يستقر حالها وأحوالها، ثم أنت تتبعينها بإذن الله في حالك وأحوالك. شكرا يا مفسر، بس ما كانش في داعي يعني تقول المروكي يعني خلينا نبحبح ونفضفض. يعني انت ليه تقمعنا كده يا مفسر؟ شوفوا القفطان في احلامهم، لكن الميزه هنا والايجابي في هذا اللي انت شفته انه ما بقاش حد يخيل عليه، بقى يديها لها على طول. المغربي حتى في مصر كانوا بيكروا القاعات لحفيظه انثى الحفيظ، وتروح تقول لهم القفطان الجزائري يا اختي، والكلام البطيخي ده ما بقاش دلوقتي. خلاص بقوا يعطوهم على طول اول باول، بقوا يقفلوا عليهم مثل هذه الخزعبلات. الكل بقى عارف دلوقتي. عملوا ضجيج لمحاولة سرقة القفطان، فعادت عليهم وفادت القفطان. اقسم بالله اسمع مني وانا اخوك، حاولوا كثيرا لكن في النهاية عاد عليهم بانهم كأنهم عملوا شوبش جلا. تعالوا شوفوا احنا شفارة. فالناس كلها اتفرجت. في الاول اثروا شوية، لكن من بعد الكل علم انه مغربي، والكل اتفرج عليهم انهم مخنشلون. بل لقوهم دخلوا على البانيا واسبانيا والبرازيل، ما خلوا حد مسكين لما خدوا منه حتة. ثم بعد ذلك بقى الكل يتوجس منهم، بقى الكل يشوفوا، الى ان وصل بيهم الحال انهم مش لاقيين غير انهم يعملوا عروض في اوروبا، يروحوا يلبسوا لبس. هتلاقيهم على فكرة، بص للقفات اللي هم لابسينها. اولا دي يسموها هنا بتاعت السوق، يعني 200 درهم 300 درهم تجيبه، يعني حاجه غلبانه كده تمشي الحال يعني. نمره 2 تلاقيهم بيلبسوه كلهم. واضح ان وزاره الثقافه عندهم اشترت لهم مخزن ملابس زي اللي كان عندنا في مبنى الاذاعه والتلفزيون في مصر. تلاقي كل الافلام التاريخيه وكل المسلسلات التاريخيه وكل الفوازير اللي تابعه التاريخيه الف ليله وليله اللي تابعه للاذاعه والتلفزيون في مصر، كنت تلاقيهم بيلبسوا لبس واحد، لما اللي هو بنطلون السندباد والبتاع ونفس اللبس في كل الافلام التاريخيه. فيبدو ان وزاره الثقافه في الجزائر عملت حاجه زي كده، مخزن لبس، يجيبوا الطقوسات يلبسوهم اللبس ويجروا
على الفعاليات الدوليه، مش انهم يعرضوا لبسهم بشكل شيك، بشكل يليق بيه كتراث يعني، لا. ارقصي يا جاريه. عارف اللي كان بيع العبيد، منصات بيع العبيد في الاسواق زمان، يجي واحد يشتري بكام هذه الجاريه، ارقصي يا جاريه لسيدك، تبتدي نفس القصه. انا نشرت لك فيديو بيها امبارح، شكل عبثي للغايه. بس هنا قال لك يا حبيبتي القفطان في المنام نصره. انت بس ابقي ابقي احكي الحلم ده قبل ما تنام 4 مرات كده، ونامي على الجنب اللي يريحك، ان شاء الله باذن الله تصحي الصبح كويسه جدا. ادي يا سيدي القفطان حتى في منامهم، والله يا ود القفطان في منامهم، في منامهم. بس عيب ان نقول مغربي، عيب انه نعترف بالمغرب والمغاربه، لكن احنا في نفس الوقت خاوه وما يربطنا اكتر ما يبعزقنا. بس في نفس الوقت اي حد يقول ان احنا بنسرق القفاطر وبنسرق الزي التراثي يبقى فتان. تبقى فتان، انت جاي تبعتر المحبه؟ اللي يتبعتر المحبه ده، المحبه بتصرصر. يعني من الستينات والله الحمد لله المحبه تبارك الله 3 حروب ما تبصش ليها، بسيطه يعني. يعني ضرب الحبيب زي اكل الزبيب يعني. الحروب دي محبه يعني. طردنا المغاربه في العيد الاضحى 75، معلش يعني، دي امور كلها شكليات يعني بيحصل. يا مصارين البطن بتتعارك عادي يعني عملنا بولوزاريو بقالنا 50 سنه وبنمولها بالسلاح، معلش لا تفسد للود قضيه يعني. انما احنا اخوه محبه يعني. انت اللي جيت يا فتان تفتن يعني العلاقات اللي بتصرصر عسل دي كده ليه كده؟ ليه ليه؟ ما اعرفش، بحاول افهم، مش عارف. انا الجمجمه دي، الله يخرب بيتك يا فرنسا، انت اللي عرفت الجماجم فيها ايه. الجمجمه دي مش فاهمها يعني. انا خيخه. طب وانت ايه؟ طب فيكوا حد طلع يقول لي شهرزاد عاش مع عرضك شويه؟ عيب يا راجل، ده شهرزاد راحت قالت لك انا شاكه ان المكرونه الايطالي دي اصلا من الجزائر. طلقوا علينا ايش شهرزاد، وايش التانية دي اسمها مش عارف ايه، وايش يمين وايش يمين وايش يمين، والبنت اللي نافخه شفايفها دي اللي في فرنسا دي، وايش يمين وتطع الجيه يقول لنا بوسبير وما بوسبير بقى. ما شافهاش الجزائري، شاف انها لا تفسد للود قضيه، ولا ولا تثير اي حفيظ، عادي يعني، ما تتسبب في عرضك يعني، بسيط. ايه هو قال ايه يعني؟ قال البلد مليانه دعاره وقال كلام مش فيك، ما معلش ترد عليه انت بقى وتعمل الفتنه، تقطع خيط المحبه. مش منطق يعني. عند الكركور. انا ما فهمتش، بحاول افهم، عايز افهم، مش عارف افهم. اللي يفهمها فاهمها لي يعني، وانا بطل فتنه يعني. انصحني، انا مستني اللي ينصحني بس يدخلها عقلي يعافرك بمنطق الكركور دي. والله ما رضيت، حاولت قعدت اعملها كده اهو، حتى دوبتها، كتبتها في ورقه ودوبتها وشربتها، وبرضه نمت على الجنب اللي يريحني. صحيت مش مرتاح. حاجه اخي حيرتونا وحيرتوا لكم معاه يا خوله. القفطان مغربي؟ طب شكرا يا خوله، ميرسي يا خوله، وميرسي يا مفسر، مفسر يا مفسر. اكد على طول، ادالهم في وشهم، ما تسيبهمش عشان ما تسرحش. اصل الكركور اذا سبت خياله كده، سبته يسرح كده بيشطح بقى. ما نعرفش نجيبه، بيعدي البراميل. عندنا البراميل دي كان زمان لما نروح البحر واحنا شباب صغير كده، فكان ايه بقى ايام المراهقه بقى، البراميل دي بيحطوا حاجات بلاستيك، براميل بلاستيك كده، على مسافه معينه ما تعديهاش، خطر. تلاقي المنقذ قاعد فوق السلم كده ماسك الصفاره، يلاقيك عديت ارجع، ده الخطر يعني. فلما يبقى واد سباح بقى وعايز يتعايق قدام الدريات بقى زمان ايام المراهقه، يقوم معدي البراميل. ده عدى البراميل بقى، عارف ده واعر، ده شبح. يطلع بقى بعد ما يرجع بقى، يطلع على الشط يتغندر بقى زي الطاووس بقى. عدى البراميل، سباح، سمكه. فالكركور تديله مساحه، سيبه بس قد كده اهو، اطلقه وسيبه وقول معلش خاوه، خده على قد عقله، قول يشطح بقى، يعدي البراميل، وتلاقيه جايب لك خرطي بقى، خرطي اطنان خرطي. الكركور في انتاج الخرطي ينتج الخرطي اكتر ما بيعمل بالبي، ينتج خرطي بلا هواده. بس دي الحكايه، اشوفكم على خير.